السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معكم أحمد فتحي. حلقتنا النهاردة حلقة من كورس التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. وقبل ما نخش في محتوى الحلقة نصلي على النبي الأول ناخد الثواب كلنا. حلقتنا النهاردة عن حاجة مهمة في التصوير أو في مبادئ التصوير للمبتدئين، مش هتستعملها كتير بس لازم تكون عارفها عشان هي موجودة في كل الكاميرات. حاجة اسمها الميترنج. طبعا احنا لو تفتكر الكلمة دي خدناها في حاجة اسمها الاكسبوجر ميتر، دي بقى حاجة اسمها الميترنج نفسه. ركز معايا عشان هو الموضوع مش صعب قوي ومش سهل قوي ومش هتستعمله كتير، بس ركز معايا عشان تبقى عارفه برضه. الميترنج عندنا جايه من الاكسبوجر ميتر او جايه من القياس، يعني الميترنج هو القياس، تمام؟ فهتلاقي في كل الكاميرات في حاجه كده في القائمه بتاعتك اسمها ميترنج، باختلاف اسمها من نيكون لكانون لسوني. فيها على الاقل 3 اوضاع، فيها الوضعين اللي هتلاقي اسمائهم متشابهه في كل الكاميرات، وضع اسمه السنتر، وضع اسمه الفوكس بوينت او البوينت، وضع تاني بيختلف اسمه هتلاقيه في كاميرا معينه ماتريكس، اسمه مش عارف ايه في كاميرا تانيه. المهم ان الوضع ده هو نفس الوظيفه في كل الكاميرات. طب ايه بقى الميترنج ده اصلا؟ الاكسبوجر ميتر لو خدناه، لو تفتكر ان احنا لما الاكسبوجر ميتر بيميل ناحيه اليمين بيبقى الصوره منوره، بيميل ناحيه الشمال يبقى الصوره مظلمه، مظبوط في النص يعني صورتنا مظبوطه، ده الاكسبوجر ميتر. فالميترنج بقى هو الكاميرا اصلا بتقيس ان الاضاءه زياده او ناقصه او مظبوطه بناء على ايه. هو ده ببساطه الميترنج. يعني دلوقتي انا لما بستعمل الوضع الاولاني في الميترنج اللي هو الماتريكس او الوايد حسب نوع الكاميرا، الوضع ده بالبلدي معناه ان انا بقول للكاميرا قيسي لي الضوء في الكادر كله مظبوط ولا عالي ولا ضعيف الاضاءه فيه، اللي هو الاكسبوجر ميتر بيجي لنا يمين او شمال او مظبوط في النص. ده لما بقول لها قيسي لي الكادر كله. في وضع تاني في الميترنج اسمه سنتر، بقول للكاميرا قيسي لي بس السنتر بتاع الصوره او الحاجه النقطه اللي في النص في الصوره او الجزء اللي في النص في الكادر بتاعي، قيسي لي الاكسبوجر ميتر على ده بس. يعني قولي لي ده منور ولا مظلم ولا مظبوط، مالكيش دعوه بباقي الكادر، ركزي في نص الصوره. فبناء عليه بتظبط اعداداتك على نص الصوره بس، وده ما بينفعناش في كل الاوضاع. الوضع الثالث هو البوينت او وضع الفوكس بوينت، وهو انك بتقول للكاميرا قيسي لي الاكسبوجر في مكان نقطه الفوكس. يعني المكان اللي هي نقطه الفوكس قيسيهولي، هل هو الاضاءه فيه عاليه ولا متوسطه او مظبوطه ولا اضاءه قليله. قيسي لي الاكسبوجر ميتر خليه يظهر لي على مكان نقطه الفوكس دي. وده برضو وضع الى حد ما محدش بيستعمله كتير او وضع احترافي شويه، لان انت بتخلي الكاميرا تقيس لك اضاءه على نقطه الفوكس دي، فانت بتظبط الاكسبوجر ميتر بيبقى بناء على نقطه الفوكس دي بس او المكان ده بس. فمعظم الناس او 90% من المصورين بيستعملوا الوضع الاولاني اللي هو الماتريكس، او اللي بمعنى اصح بيقيس اكسبوجر الصوره كلها. ليه بقى؟ لان لما ان شاء الله تتقدم وتبقى محترف في الموضوع وتستعمل اضاءات خارجيه او فلاشات او الكلام ده كله، مش هيهمك الاكسبوجر ميتر اصلا. كل اللي هيهمك ان انت تظبط اضاءتك زي ما انت عايز. بقى هتضلم الخلفيه، هتضلم شخص وتنور غيره، هتضلم نص الشخص من هنا وتنوره من الناحيه دي. فانت بتشتغل على التست بتاع الكاميرا، مش بتشتغل على الاكسبوجر ميتر. فلما بتبقى انت محترف ان شاء الله بتظبط الكلام ده كله باضاءتك وباعداداتك، ما بتروحش للميترنج كتير. كان لازم اشرحه لك ولازم افهمك ايه هو ده، عشان هو عندك في الكاميرا لازم تبقى عارف ده بيعمل ايه. ببساطه انت بتوجه الكاميرا هتقيس لك اكسبوجر ميتر على جزء معين من الصوره، يا الصوره كلها يا سنتر الصوره يا اما مكان نقطه الفوكس. واللي بفضله واللي انا شخصيا بستعمله واللي معظم الناس بتستعمله اللي هو انه يقيس لك الاكسبوجر على الكادر كله، وغالبا بيكون الوضع الاول، واللي بيختلف اسمه من كاميرا لكاميرا، ممكن يبقى اسمه ماتريكس، ممكن يبقى اسمه كاميرا ثانيه وايد. المهم هتلاقيه علامته انه بيقيس لك الاكسبوجر ميتر على الكادر كله. يا رب تكون استفدت معايا وفهمتك حاجه معينه او ممكن ما تستعملهاش بس لازم تكون عارفها بما انك بتتعلم اساسيات التصوير الفوتوغرافي. وعندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات تحت الفيديو او لينك الصفحه في الديسكربشن تحت الفيديو، كلمني هرد عليك على طول. ما تنسانيش من دعائك، وسلام.